التليفون ياخدها مننا. والله ما انا نفسي ماما تاخد بالها مننا زي زمان. اصل هي ما عادش بتاخد بالها مننا، التليفون خدها مننا وكل ما نكلمها كلمه ما تردش علينا. انا زعلت اصلا. والله انا نفسي ماما تاخد بالها مننا. انا نفسي لو ماما خدت بالها مننا ده يكون اهم حاجه اصلا عشان اتخانقت. نفسي ترجع ماما زي زمان. انا زعلت اول ماما ما عادش تهتم بينا زي زمان. انا كل ما اوريها حاجه اصلا مش بتتكلم ولا سمعانا ولا بترد علينا. اهم حاجه عندها التليفون. وفي ايه؟ انا حاسه ان فعلا ان انا التليفون خدني من العيال كتير. العيال دي كده زعلت مني. فعلا التليفون ده خدني من العيال كتير والاهالي كتير عني، وهم حقهم عليا ان انا اهتم بيهم، ده ولادي، ما ينفعش ان انا اقصر معاهم كده. يا فاطمه يا مروان تعالوا تعالوا حبايبي، انتوا زعلانين مني؟ ليه؟ ما قلنا ما تزعلوا مني يا مروان، انت مالك زعلان كده ليه؟ حقكوا عليا، انتوا اهم حاجه في حياتي. فعلا انا غلطانه، فعلا انا غلطانه فعلا. ده التليفون ده خدني منكم كتير يا ولاد، التليفون لهاني. انتوا ما قلتيش يا ماما ما تاخدي بالك مننا زي الاول ليه يا ماما؟ حقكوا عليا. بكلمك زي انا ديلك ومش بيرد علينا. فعلا التليفون ده يا ولاد اللي ما بيستعملوش صح ياخد منه حاجات كتير، اهم حاجه في حياته. يعني انتوا اهم حاجه في حياتي، مش هو التليفون. انتوا عندي اغلى حاجه، انتوا عندي اهم من التليفون واهم من اي حاجه. لازم نستعمل الحاجه صح عشان ما تضيعش مننا اغلى حاجه في حياتنا. ده درس يا ولاد لازم كلنا نتعلمه. مش كل حاجه في حياتنا تاخدنا عن حبايبنا واغلى ناس عندنا. لازم يعني لما نيجي نستعمل الحاجه ندي لكل حاجه حقها، ولازم نعرف اللي ورانا نعمله. ماشي يا بطه؟ وانتوا عندي اهم حاجه، اهم من التليفون واهم من اي حاجه. انتوا اغلى حاجه في حياتي، اوعوا تزعلوا مني. من هنا ورايح انتوا عندي اهم حاجه، واللي انتوا عايزينه انا ماموركم. وبصوا واللي تطلبوا مني عينيا قبل اي حاجه. ماشي؟ زعلانه مني لسه؟ انتوا زعلانين مني يا مروان؟ وهتكون زعلانين مني.